السلام عليكم. قصة حقيقية واقعية 100%، سأرويها عليكم وستفهم أخي أو أختي، وعندما تسمع القصة ستفكر مرتين في حمل أو نقل الهدية من شخص ما إلى شخص ثاني أو وصية. أنا مجرد سائق فيه امرأة باش نوصلها من المطار إلى بيتها. أنا فقط سائق. هذه البنت أعطتها أختها وصية إلى صديقتها في إيطاليا، يعني كردونة بداخلها حلويات. الحلويات هذه محشية باللوز والفستق، من أحسن الحلويات في تركيا. عندما وصلت هذه الامرأة إلى مطار روما بإيطاليا، قاموا الشرطة بتفتيشها، فوجدوا بداخل علبة الحلويات المحشية باللوز والفستق مادة غريبة جدا، فقاموا بتحليلها فتبينت أنها مادة خطيرة وممنوعة، خطيرة جدا. هذه المادة مضرة، وقع القبض عليها. طبعا سألوها شرطة بمن ستقومي بمخابرة شخص ما، قالت اتصل على السائق وقل له لا تنتظر. اتصلوا علي الشرطة وقالوا لا تنتظر، هذه الوصية من عند السيدة فلانة وإحنا الشرطة. قلت شكرا وذهبت. يا أخواني، هذه الأمر ضحية، حقا فعلا ضحية وما تعرفش. واللي قام بهذا العمل من أقرب الناس لها، والصدمة الأكبر هي أختها شقيقتها قامت بهذا العمل. والضحية حكم عليها ب10 سنوات. إن كنت تحمل هدية أو تنقل أمانة فكر مرتين، لا تعلم ما بداخلها. تذكر جيدا قصة سيدنا يوسف موجودة في القرآن، عندما قال له أبوه يعقوب عليه السلام: يا يوسف لا تقصص رؤياك على أخوتك إن الشيطان كان لك عدوا مبين. إخواني أخواتي، بعض الأقارب عقارب، حذاري ثم حذاري، والسلام.